رافعا شعار دبلوماسية جديدة من أجل السلام. تقدم رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق أنطونيو غوتيريز بخطى ثابتة نحو تقلد منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة خلفا لبان كيمون الذي تنتهي ولايته نهاية العام 2016. وفي اقتراع سري هو السادس في مجلس الأمن، اختير غوتيريز بأغلبية 13 صوتا من أصل 15 لشغل المنصب، مقابل صوتين اكتفيا بإسقاط بطاقة حمراء. وقد نافس غوتيريز على المنصب مديرة اليونسكو البلغارية إيرينا بوكوفا، ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك التي تتولى رئاسة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ورئيس سلوفينيا السابق دانيلو تورك، وستة وزراء خارجية سابقين أو حاليين. بذلك يكون غوتيريز بانتظار اجتماع آخر يعقد الخميس للفوز بقرار يوصي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة 193 بالتصويت لصالحه، قرار يتطلب تأمين الموافقة عليه 9 أصوات مؤيدة على الأقل مع عدم استخدام حق النقد الفيتو. يعتبر غوتيريز شخصية تحظى باحترام واسع حول العالم، ويدخل الأمم المتحدة متسلحا بخبرة طويلة، إذ شغل منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة بين العامين 2005 و2015، وكان قد أكد خلال ترأسه للأمم المتحدة سعيه إلى أن يكون وسيطا نزيها وباني جسور يحاول تهيئة ظروف الاتفاق الجماعي في الآراء، ويعمل مع كافة الدول على المساعدة في حل المشكلات التي لا تعد ولا تحصى في جدول الأعمال العالمي. وباختياره بشكل نهائي لشغل المنصب يكون ترتيب أنطونيو غوتيريز التاسع من بين الأمناء العامين للأمم المتحدة منذ تأسيسها.